في كده ايه، لقيت هوجة كده على الفيسبوك، مش فاهم في ايه يعني. المهم ان انا ايه، لقيت هوجة على الهضبة والكينج. قلت لا، مش هينفع اقعد اتفرج كده، لازم يحصل قذف جبهة. انا جاي. ازيكم، رجعنا مرة تانية. وزي ما قلت في الاول كده ان احنا هنتكلم على الفيديو كليب بتاع الهضبة والكينج. شفت النهاردة تعليقات كتير، ويعني شفت كوميكس وشفت انتقادات، وموضوع كبر يعني، مش عارف على ايه يعني. واحد مثلا كان كاتب ان هو ايه، انا حاسس ان الفيديو ده فيك قوي ومش حاسس اي حاجة من الكلام بتاعه، زائد ان مفيش اي ابداع ولا في الاغنية ولا في الفيديو كليب. يا حبيبي لو انت مش حاسس احنا ممكن نخليك تحس. موضوع سهل وبسيط خالص. نخش بقى ايه على تاني واحد. تاني واحد ده يعني ايه، معدي كده، عارف الناس اللي بتعدي دي، معدي. بيقول لك ايه، اتنين مش عايشين اصلا في القاهره، واحد مش عارف في دبي والتاني تقريبا في المانيا، حاجه كده يعني. المهم ان هو كاتب ايه، وبيغنوا للبلد او بيغنوا علينا احنا يعني، حاجه من الاتنين، هو مش متاكد، خلي بالكم. بعدين بيقول ان بعد ما هم بيغنوا علينا نسيوا بقى ايه، ان في اشاعات سرقه اعضاء بشريه وسجون ومذابح. سجون ومذابح ايه يا راجل؟ ده الموضوع واضح ان هو كبير يا جماعه. سجون ومذابح. طب خلي الموضوع دوت نبقى نرجع له في اخر الفيديو، انا هرد عليه. نخش بقى ايه على الراجل اللي بعديه. ناس على فكره يا جماعه معليه قوي النهارده الكومنتات. اللي بعديه ده بقى يقول لك ايه، الفيديو كليب بتاعه عامل زي المذيع اللي هو بيبقى في البرامج الدينيه. حلو، ربنا يقوي ايمانك. بس بقى المذيع ده لابس ايه، احسن ماركات، حاطط احسن بيرفيوم، والديكور بتاع البرنامج شيك جدا يا جماعه. وبيكلم الناس بقى عن ايه، عن الزهد في الدنيا والفقر والجنه والحاجات دي. طب انت عايز المذيع يلبس ايه؟ انت عندك حق على فكره، المذيع لازم يلبس زي شيك يعني. احنا عايزين قاهره تقهر الظالم وتنصف المظلوم. الله عليك يا هندسه، ده تعليق في الجون. واحد بقى كاتب ايه، البوست السافل. انا قلت بقى الراجل ده خلص المواضيع كلها ومحدش يعرف يرد عليه اساسا. كاتب بقى ايه، الاستاذ عمرو دياب عامل اغنيه عن القاهره، واستحاله واحد زيك يحس بالمعنى ده الا بقى لو هو كان ساكن فين، في التجمع الخامس. الناس بقى معديه اللي هي ساكنه في فنادق، الحاجات دي، هو اللي هيحس بالمواضيع دي او هيحس بالقاهره دي. لكن اي حد تاني مش هيقدر يحس بالاغنيه ولا كلام الاغنيه، وهيقولوا عليك في الاخر ان انت اخوان. يعني انا طلعت اخوان يا جدعان؟ حرام عليكم والله. يعني انا عشان مش ساكن في التجمع تقولوا عليا كده؟ نفس بقى الشخص اللي هو بتاع موضوع التجمع الخامس والفندق وكده، كاتب بقى ايه، عمرك اتمشيت في القطامية هايتس وشربت فرابتشينو في الخمسينة من عند ستاربكس وقعدت مع الناس الطيبة اللي هي بتبقى قاعدة في الشارع دي هناك؟ والله انا عمري ما رحت الفاطمية هايتس دي والله الصراحة. لو انت رحت بقى خدني معاك يا اخي. واحد بقى ايه مطول الكومنت بتاعه شوية، او كاتب كومنت طويل شويه، هحاول اختصره لكم كده يعني. واحد زيك يا عمرو دياب انت ومحمد منير في سنكم، لو شاف ابنه مثلا اتضرب ولا اتسحل مثلا من الداخليه ساعه الثوره، كان هيبقى ايه احساسه دلوقتي؟ هل كان هيغني للقاهره بنفس الاسلوب، او كان هيصور الفيديو كليب بنفس الشكل؟ انت جبت حاجه انا مش شايف ان ليها علاقه بالموضوع نهائي. حاجه تانية ممكن نقول عليها ايه، يعني بقية التعليق. لو انت كنت اتعذبت زي الناس الغلابة مثلا ورحت مستشفى من مستشفيات المحروسة اللي احنا كلنا عالمين بحالها يعني، كنت هتغني برضو للقاهرة اللي انت شايفها او اللي احنا شفناها في الفيديو كليب بالشكل ده. يعني حاجات في نفس السكة دي كده يعني. بقية الكومنت انا مش فاكر كومنت طويل جدا يعني. المهم بقى خليني ايه ارد عليه او اقول له يعني بص، هو في كلمتين كده او في كام جملة او كام موضوع الناس بتحب تفتكرهم لما تحب تنكد على الناس. بمعنى ايه، انت دلوقتي ده فيديو كليب يعني انت بتعمله، او اغنية مفروض ان هي اغنية وطنية، يعني هي بتعمل زي حالة نشوة، حالة فرحة عند الناس، او بتدي للناس حتى يا اخي بتديهم امل، بتديهم امل ان الحال يتصلح وكل حاجة تبقى ماشية كويسة. لما تيجي بقى تقول تعليق بالشكل دوت، انا من وجهة نظر ان انت كده ايه محتاج ايه يعني. انت عايزنا مثلا نلغي الاغاني الوطنية اللي فاتت كلها، نعمل بقى اغاني عن الشوارع المكسرة مثلا، عن الناس اللي بتكسر اشارات المرور مثلا، عن الفساد مثلا، نعمل اغنية عن ايه، عن مثلا خطف الاطفال، نعمل اغنية مثلا عن اعضاء البشرية. هل انت محتاج او انت محتاج تعمل اغاني عن المواضيع دي او في مواضيع تانية كتير عشان تخلي الناس عايشة دايما في الواقع؟ طب انت بالشكل ده مش هتدي الناس اي امل خالص، هتفضل معيشهم في الواقع لحد ما برضو
هيموتوا في نفس الواقع وعمرهم ما هيطلعوا منه. واحد بقى ايه فشخ الواقع المتهالك، كتب بقى بيقول لك 6 ملاحظات على فيديو كليب القاهرة. يا سلام، قول يا باشمهندس، يعني هي هتيجي عليك. كاتب اول حاجة ايه؟ اختفت القاهرة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفيديو كليب يعني مشاهد سريعة كده على القاهرة، ما لحقتش تركز على المعالم الاساسية للقاهرة. وكاتب بيقول لك اين القاهرة؟ اين القاهرة يا ابني؟ انت هو ما تدور معانا، ما تصغرناش. تاني حاجة بقى كاتب ايه؟ ان اول مرة او من فترة كبيرة ان الهضبة يعمل اغنية بدون اي موديلز. طب انت عايز ايه؟ يعني عايزنا نطلع موديلز والموزز والحاجات دي؟ انت يعني عايز الموضوع ده ولا مش عايزينه ولا ايه؟ تالت حاجة بقى كاتبها ايه؟ ظهور مفاجئ لمحمد منير او الكينج. بالرغم ان الناس كلها عارفة ان محمد منير هيكون موجود في الفيديو كليب، الا ان عمرو دياب اخفى الموضوع نهائي، او بمعنى اصح اي برومو او تيزر نزل قبل الفيديو كليب ما كانش فيه محمد منير خالص. طب احب اقول لك بقى، لا تعالى لي وانا اقول لك يا حبيبي. بالنسبه للموضوع ده ايه؟ محمد منير طلع الراجل كضيف شرف. معنى ضيف شرف ان زي الافلام كده بالبلدي، لما بيكون في ضيف شرف في الفيلم عمرك ما هتشوف ضيف الشرف ده في الاعلانات بتاعت الفيلم او البوستر، او حتى بيذكر اسمه نهائيا. ليه؟ عشان تعمل مفاجأة للناس اول ما تدخل الفيلم. لكن المفاجأة التانية فين؟ هو هيطلع امتى؟ محمد منير هيطلع امتى؟ هيطلع في انهي حتة في الفيديو كليب؟ يا ترى هيطلع يقول ايه؟ هل هيقول حاجة جديدة؟ هيقول حاجة تانية؟ هيقول على انهي موسيقى؟ هتغير رتم الموسيقى ولا هي دي المفاجأة وهي دي اللعب وهي دي الأونطة يا محمد يا علي. رابع حاجة بقى ايه؟ كاتب أغنية بأقل التكاليف. معنى ايه الكلام ده؟ أقل التكاليف هو بيقول لك إن عمرو دياب ومحمد منير يعتبر من الناس المليونيرات اللي في البلد، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليهم. يعني إن هم راحوا في مكان على سطح مكان بيطل على النيل. سطح مكان بيطل على النيل. واضح إن هو ما خدش باله إن ده فندق كيمبينسكي اللي هو بيطل على النيل اساسا، مش سطح عماره ولا حاجه، ما وصلتش للدرجه دي يا عم الحاج. وكاتب بقى بيقول لك ايه؟ مع عدم نسيان اجره العازفين والمصورين وايجار السطح. يا سلام عليك، حلو. لا كله اخد فلوسه يا بيه، كله مرضي، كله ماشي مرضي الحمد لله من الليله. خامس حاجه بقى ايه؟ الكينج وبيقول لك بالرغم ان الكينج ما مسكش ميكروفون، ما ظهرش من اول الكليب، الا ان كان دخوله كان هو الاقوى في الكليب. لا يا عم انت عايز تعمل فتنه طائفيه يا عم الحاج على السوشيال ميديا ولا ايه؟ ده الناس دي حبايبنا، كلنا حبايب بعض، ما تتدخلش انت، مالكش دعوه مين مسك المايك مين ما مسكوش. سادس حاجه بقى ودي القنبله، بيقول لك واخيرا لابد من ذكر ان اللحن هو نفس اللحن الاغنيه الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه للراحل سيد درويش، لكن الهضبه حط التاتش بتاعته عليها. انت عملت لي بقى فيها دور حلمي بكر، ده ونونت معاك قوي يا عم الحاج، لا انا اللي هسيب التاتش بتاعتي عليه. بوست كمان بيقول ايه؟ اغنيه رديئه جدا. انا مش عارف عمرو دياب ومحمد منير مبسوطين قوي كده ليه؟ اقول لك مبسوطين ليه؟ عشان علموا عليك انت والعالم العربي كله. اخر حاجه حبيت اتكلم بخصوص النقطه دي، ان انا مش عشان اعمل فيديو كليب يكسر الدنيا ان انا انزل اصور الزباله والعشوائيات والحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلها مشاكل ونفسنا ان هي تتحل في يوم من الايام ان شاء الله. حاجه تانية ممكن نقول ان انت تعرف او متعرف على واحد صاحبك او واحده صاحبتك اجنبيه. طيب انت حابب تبعت لها صورتك وانت في مصر او انت في القاهره او في اي مكان. طيب في حاجتين، هل انت هتبعت مثلا صورتك وانت بتصور وراك مثلا كوم زباله، ولا هتتصور مثلا وراك الاهرامات وراك المتحف؟ انت هتبعت انهي صورة؟ المفروض ان انت بتوري او بتبذل مجهود عشان توصل للناس اللي بره او توصل لاي حد احسن صورة للبلد، حتى لو هي ما كانتش في احسن صورة ليها. الناس هتسألني انت عامل الفيديو ده ليه؟ انا اقول لكم الموضوع او ملخص الفيديو كله بشكل مختلف. حاليا اي حد عايز يعمل موضوع او يخلي الناس تتكلم عن موضوع وتناقش وتعلق وتعمل لايك وشير والكلام ده كله، بيحط الموضوع في جملة سياسية مفيدة. ركز معايا، جملة سياسية مفيدة. الكلام ده معناه ايه؟ افتكروا الراجل اللي في اول حاجة خالص قلناها في الفيديو اتكلم عن السجون والتعذيب والحاجات اللي هي زي كده او من نفس الوتيرة. طب الراجل ده حاطط
جملة او كلمة زي دي في موضوع او كومنت انتقاد لفيديو كليب او اغنية ليه، برغم ان الفيديو كليب او الاغنية ملهاش علاقة بالموضوع اللي هو قاله. ده بيدل ان الناس حاليا بتتشد للمواضيع اللي فيها سياسة شوية، منها ان هو بيضرب عصفورين بحجر. عصفور الاول ان هو عمل انتقاد للاغنية وللفيديو كليب، حتى لو هو اساسا مش فاهم حاجة، بس هو دخلهم في النص وخلاص. والعصفور التاني ان هو اتكلم في السياسة. نختم الفيديو ان جمهور عمرو دياب هيفضل طول عمره بيدافع عنه ضد اي حد فاكر نفسه ان هو بينتقد او ان هو محلل او ان هو اساسا فاهم حاجة. هنخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تكتب اي حاجة عن الهضبة، لاننا هنكشفك وهتبقى خايف من ردنا. اخر حاجة حابب اقولها، في هناك كده خرارة تقدر تروح تشرب منها لو الكلام ده مش عاجبك.